كذابين، انتوا بتداروا عليه عشان انتوا رجاله زيه. هو فين؟ انت اهو، انت اهو صح، انت اهو يا زباله يا متحرش، واديني لفضحك، واديني لفضحك، واديني لفضحك. هنتفق مع بعض من اول الفيديو لاخره ان التحرش جريمه. انا ضد التحرش لان التحرش جريمه والسكوت عليه جريمه، واي بنت او اي ست بتتعرض للتحرش لازم يتاخد حقها بالكامل. متفقين؟ انا النهارده يوم اجازتي، جيت افتح الفيسبوك اسكرول شويه، لقيت فيديو قصادي حد عامل له شير وبيقول ايه ده، هو حال البلد عامل كده ليه؟ دي بلد زي الزفت. فانا ما فهمتش هو في ايه، فدخلت الفيديو لقيت واحده كاتبه ان هي تم التحرش بيها ومحاوله سرقتها، والاتوبيس كله بيدافع عن الراجل. وانا حاسب لك اللي هي كتبته بالظبط في الفيديو، 3 فيديوهات بالظبط، ماسكه الموبايل بتصرخ وبتزعق والاتوبيس كله قاعد محدش بيتحرك، وفي راجل تقريبا هي حاطه الكاميرا في وشه وهو بيضحك. فانا مش فاهم هو انت متحرش ولا مستفز؟ هي منهاره وانت بتضحك، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بعدين لقيت راجل ماسك سبحه بيقول لها لبسك، الراجل اللي المفروض هو متحرش بيقول لها بص انت لابسه ايه. فانا ما فهمتش هي عشان لابسه لبس معين مش عاجبكم تقوموا وتتحرشوا بيها؟ بعدين لقيتها بتقول انتوا بتحموا عشان انتوا رجاله زيه. ما فهمتش هو انا عشان راجل احمي متحرش؟ بصيت على الفيديو من بعيد لقيت ان في ستات قاعده وساكته برضه. طب هم الستات بيحموا المتحرش ليه؟ انا مش فاهم حاجه، والناس مش فاهمه حاجه، وكله عمال يشتم في الراجل، وفي ناس بدات تشتم في الرجاله كلهم، لان البنت اللي عامله الفيديو نفسه قالت ان الرجاله بتحميه عشان رجاله زيه. في ناس علمانيه وفي ناس محسوب انتماءاتهم ان هي علمانيه، في ناس للاسف الموضوع عمل نوع من انواع الفتنه الطائفيه، دخلت تقول ان الاسلام بصوا بيعمل ايه عشان الراجل ماسك سبحه. كلام غريب بيحصل، وكل ده في ساعه. قلت بس انا هاخد وقت كده انا مع وزاره الداخليه، الوزاره اللي الفتره دي عامله مسيره اروع من مسيره تعليق عصام الشوالي. يعني بص، اي حد بيفكر بس يعمل جريمه بتلاقي وزاره الداخليه بتاخده، الشغل محترم جدا. فانا قلت خلاص كمان ساعتين 3 هلاقي وزاره الداخليه قفشاه منزله صورته، فانا مطمن الصراحه وعندي امان من الحته دي. قفلت الفيس، دخلت انستجرام، لقيت نفس البنت في وشي بس المره دي بوشها. انا خسرت شغلي بسبب متحرش، بسبب شخص من العمال اللي على سلم البارون كان بيمشي ورايا وكان بيحاول ان هو يتحرش بيا، وانا دافعت عن نفسي. فانا علشان سلامي مش هروح شغلي تاني. ده اللي بتتعرض له الستات كل يوم، وده اللي بتتعرض له البنات كل يوم. كل بنت معرضه انها تتقتل، وكل بنت معرضه انها تموت، وكل بنت معرضه انها تخسر شغلها بسبب متحرش. فانا خسرت شغلي علشان سلامي. وبتقول انا خسرت شغلي بسبب متحرش. قلت يعني هو ممكن خسرت شغلها عشان هو سرقها واتحرش بيها، فكده صعبت عليا بجد. البنت خسرانه شغلها وتم التحرش بيها واتعمل لها صدمه نفسيه والناس مش واقفه معاها، فاكيد البنت دي ضحيه، واكيد في حاجه في المجتمع لازم تتغير. دخلت الاكونت بتاعها، بجد انا كنت عايز ادعمها وعايز اقف معاها وعايز اشوف هو ليه بيحصل معاها كده. فلقيتها لسه منزله فيديو تاني، فدخلت اتفرج عليه، لقيتها بتقول هاي، انا مريم، انا بشتغل في المعادي وشغلي عند كومباوند البارون. فلسوء حظي انه في شخص بيتحرش بيا لفظيا. وقفت مرتين 2 انا فاكراهم، دفعت عن نفسي وهزقته وحاولت ان انا الم عليه الناس، ولكن لسوء حظي ده ما حصلش. الناس ما تلمتش واعتقدوا ان انا تعبانه او مجنونه لانه بيتخبى. الشخص ده النهارده لسوء حظي مشي ورايا وركب ورايا الاتوبيس بعد ما خلصت شغلي، وفضل يتطاول عليا لفظيا، وظنا منه ان انا مش واخده بالي. انا اخدت بالي من وشه واخدت بالي ان هو، قلت انه حرامي، ظنا انه ممكن حد يضربه وحد يجيب لي حقي، ولكن ده ما حصلش. الناس حمته، الناس تلفظت عليا وقال له ادبهم عليا، الناس كانوا في صفه، الناس ما سلموهوش للشرطه زي المفروض انه يحصل. فانا عايزه حقي، انا مش عايزه اكتر من كده. شكرا. ايه ده ايه ده ايه ده، ثواني، هو ما سرقكيش؟ انت قلت ان هو بيسرقك عشان بس الناس تتلم عليه؟ وبعدين ثانية، انا قلت تحرش، قلت الواد لمسك، قلت الواد عمل حاجة قليلة الادب، طلع تحرش لفظي؟ طب يا ترى قال لك ايه؟ بس التحرش اللفظي دي كلمة، هو اي تحرش وحش، بس اللي انا فهمته من بوستك ان تحرش جسدي، ان هو لمسك وطلع ما لمسكيش اصلا. وبعدين ايه ده، هو اتحرش بيكي وانت راجعة من الشغل؟ طب إزاي؟ هو أنتِ مش قُلتِ إن أنتِ خسرتِ شغلِك بسبب متحرِّش؟ يعني أنا قُلت أنتِ كان مثلًا عندِك مشروع أو عندِك event
وما عرفتيش تروحي بسبب كده، أو مثلًا إن الشركة اللي أنتِ شغالة فيها مشّتِك عشان أنتِ طلعتِ اتكلمتِ، فمثلًا الشركة دي وحشة وبتكبتِك ومش عايزاكِ تتكلمي فمشّتِك بسببه. بس ثواني، الموضوع حصل وأنتِ راجعة من الشغل، يعني أنتِ في شغلِك أهو، الموضوع لسه حاصل، أكيد ما فيش شركة هتاخد قرار في الوقت ده. فأنا افتكرت إن أنتِ لمّا اتسرقتِ ما رُحتيش الشغل، لكن الموضوع حصل بعد الشغل. فهو إيه اللي بيحصل بالضبط؟ الناس كلّها بتشتم في الرجالة، لإن هي شتمت في الرجالة وعاملة mention لصفحات بدون ذكر أسمائها ووجهات بدون ذكر أسمائها بتشتم في الرجالة. فأنا عايز أفهم، هو أنتِ ليه بتشتمي في الرجالة كلّهم؟ واحد اتحرّش بيكِ غلطان، تاخدي حقِّك، اطلعي واتكلّمي، ما فيش أي واحدة يتم التحرُّش بيها وتسكت، لازم تتكلّمي. بس في نفس الوقت هل الصح إن أنا أكدب؟ يعني تقولي إن هو سرق وهو ما سرقش، توصّلي له إن هو لمسِك وهو ما لمسكيش، تقولي إن الرجالة بيحموه وفي ستات قاعدة في الأوتوبيس برضه ساكتة. طب ليه الستات ما وقفتش معاكِ؟ يعني لو الموضوع وِحِش أوي كده. ومش هاتكلّم عن موضوع اللبس، لإن أنا مش شايف إن اللبس مُبرر إن يتم التحرُّش بيها. التحرُّش غلط في كل الأحوال. وأنا عندي مشكلة كبيرة في الفيديو اللي نازل، لإن أنتِ بتحُطّي الكاميرا في وِش الراجل. أولًا مين ادّاكِ الحق تصوّريه؟ أنا أعرف أنت بتصوّر حد بيعمل جريمة، أو الفيديو بيكون من الجريمة وهي بتحصل، أو لو أنا صوّرت بعد ما هي حصلت، على الأقل، على الأقل باخبّي وِش الراجل. وزارة الداخلية نفسها لمّا بتنزّل وِش مجرم واتمسك بتخبّي وشه. فأنا بالنسبة لي الموضوع مُريب، لإن الرواية اتغيّرت من حاجة لحاجة تانية خالص. الاتنين غلط، بس غلط عن غلط بيفرق. وده بالنسبة لي هيعمل مشكلة كبيرة أوي، لإن المفروض إحنا كمجتمع نشجّع أي ضحية إن هي تتكلّم. طب لمّا ضحية تتكلّم وتغيّر روايتها في ثانية إلّا ثانية، لمّا ضحية تانية تيجي تتكلّم وممكن تكون الضحية التانية عندها حق والمفروض أنا أصدّقها، بس أي حد هيشوف التناقض ده هيقول طب وأنا أصدّق البنت التانية اللي بتتكلّم ليه؟ ما لسه في واحدة كانت بتكدب علينا، أو لسه في واحدة كانت بتبالغ في اللي حصل، بلاش بتكدب، كلمة قاسية بتكدب. أنا عايز لمّا ضحية حقيقية تيجي تتكلّم الناس تصدّقها. مش عايز حد يفهمني غلط إن أنا ضد المرأة، لإن الكلام ده ما فيهوش مرأة وذَكَر، الكلام ده فيه دين وفيه قِيَم وفيه مبادئ، وفي إن أنا ما ارضاش أختي حد يتحرّش بيها ولا أمي ولا خطيبتي. فالكلام ده ما حدّش يبرر له إن أنا مع التحرُّش، بالعكس أنا أكتر واحد ضد التحرُّش، لإن ده ما يرضينيش، ما يرضيش ربنا، وما يرضيش أي راجل عنده ب2 جنيه نخوة. لكن أنا ضد إن هي تهاجم جنس كامل عشان ما وقفوش معاها. طب ما الناس اللي قاعدة في الأوتوبيس شايفة الموضوع من أوله لآخره. أعتقد على الأقل واحدة، مش هاقول لك واحد، واحدة من اللي قاعدين هيقفوا معاكِ. الستات ما قامتش والرجالة ما قامتش، فأنتِ ليه جايباها في الرجالة؟ كمان الصراحة القضايا الأخيرة اللي بتحصل، لو أنتم شفتوا في ترند لسه كان برضه النهارده يوم عالمي في الترندات، يوم أجازتي، مش عارف إيه اللي بيحصل في يوم أجازتي. كان في دكتور طلع عامل فيديو، يا جدعان أنا اتضربت، بُصّوا وشّي عامل إزاي، أنا فجأة كنت واقف في حالي ولقيت المريض جاي يضربني ويعتدي عليَّ وأنا بأدّي عملي. أنا طبيب عظام الباجور اللي تم الاعتداء عليه من صاحب مرافق حالة، يعني يا ريته حتى كان مرافق حالة. أنا التزمت الصمت لحد ما أشوف الدنيا رايحة فين. نبُص على كاميرات المراقبة نلاقي إن الدكتور هو اللي بدأ يضرب الراجل أصلًا، والراجل لمّا ضربه كان بيدافع عن نفسه بعد ما هو اتضرب كذا مرّة الأول. تخيل لو إحنا ما كناش شُفنا كاميرات المراقبة، كنا هنعمل حملة تعاطف مع الراجل اللي هو أصلًا اعتدى على واحد، كنا هنقف ضده وهنسيب الراجل اللي بدأ بالاعتداء عشان هو منزّل فيديو بيحكي الرواية من وجهة نظره وطلّع نفسه ضحية. فأنا اتعلمت عمومًا من القضية دي ومن القضايا القديمة اللي بتحصل الفترة الأخيرة، إن أنا ما اسمعش أي قصة من طرف واحد. لمّا باسمع قصة باسمعها من الطرفين. أنتِ شايفة إن أنتِ مظلومة، على عيني وعلى راسي وحقِّك هيرجع لِك، بس اسمع من الراجل برضه. ولو راجل غلطان ما ينفعش أقول إن الرجالة كلّهم وحشين وإن المجتمع كلّه وِحِش، لإن أنا أسوأ حاجة واللي مخلّيني أعمل الفيديو ده، إن أنا مش عايز أشوف إن في قانون بُكرة هيطلع ضد الرجالة ويخلّي الحياة أصعب. يعني الحياة صعبة لوحدها، والقوانين صعبة لوحدها، والناس بقت تخاف تتجوّز لوحدها، والحمد لله أنا سامع إن في قانون جديد هينزل هينصف الرجالة شوية. أنا مش عايز القضية اللي بتحصل دي تغلوش على القانون أو تعيق إن القانون الجديد ده يطلع. يمكن أنا الصوت الوحيد دلوقتي اللي بيتكلم شوية بالعقل مش بالعاطفة، وأنا فعلًا متعاطف معاها. والتحرُّش اللفظي أكيد حاجة سيئة وحاجة ما نرضاهاش لأي حد، وزي ما قُلت أنا ما ارضاهاش ولا لأختي ولا لأمي ولا لخطيبتي. بس لازم يكون في صوت عقل،
لازم نعرف، لان انا لما بلاقي حد بيغير الروايه بعد ساعه، فغالبا بعد يوم هيكون في روايه تانية، وبعد يومين في روايه تانية، وبعد شهر وبعد سنه هنكتشف ده احنا ظلمنا الراجل. الله اعلم هو مظلوم ولا لا، بس انا بقول نسمع من الناحيتين علشان ما نظلمهاش ولا نظلمه. دعم الست ضد التحرش مش بيتعارض مع ان انا برضو رافض للكذب ورافض لتغيير الروايات ورافض اعمم ان الرجاله كلهم وحشين. احنا لازم نسمع كل الاطراف، مش علشان نبرر لحد، لكن عشان نوصل للحقيقه وعلشان نحترم ونصدق النجيات اللي بجد. اتمنى ما تجلدش بسبب الفيديو ده، بس انا بتكلم الكلام الحقيقي وانتم متعودين انا بتكلم دايما الكلام اللي انا شايفه صح، الكلام اللي انا مقتنع بيه، حتى لو كل الناس هتكون ضدي انا هقول اللي انا شايفه صح. لان انا جه عليا وقت من الاوقات كان نفسي حد يقف جنبي ويقول لي الصح، ما اضطرش اتمرمط واتعلم بنفسي. في ناس كتير هنا في القناه بعتبرهم اخواتي، سواء انا اخ كبير ليك او انا اخ صغير ليك او بمثابه حتى اب روحي او رول موديل لحد ابوه مش موجود. انا لازم اقول لك الحقيقه، لو انا ما قلتلكش الحقيقه العالم مش هيرحمك. ودي وجهه نظري في الموضوع، وحاولت اقولها بشكل يكون منصف فعلا، لان دي قضيه حساسه ومش عايز حد يفهم ان انا مع التحرش ولا ان انا ببرر له. لكن زي ما وضحت انا ضد الكذب وضد استغلال دور الضحيه او استغلال الصوت العالي او التشهير، ان انا اكبر قضيه لمصالح قانونيه تانية او مصالح ترندات او مصالح حاجه تانية او افوره علشان انا احس بالاتنشن او ايا كان. ربنا هو العليم بالنوايا، وعارف ان في ناس هتهاجم وعارف ان في ناس مش هتكمل الفيديو للاخر، بس زي ما قلت لكم انا بقول الحقيقه. الناس المحترمه اللي كملت للاخر والناس اللي فعلا فهمت الفيديو اتمنى تقفوا معايا، عشان انا عارف ان الموضوع هيبقى شائك، واتمنى تدعموا الفيديو واشوفكم الفيديو الجاي.